ليلة 4 أسانيد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذه الليلة، ان الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو اهل الحقد بحقدهم. لكن ايه اهم عمل الليلة؟ اهم عمل الليلة هو العمل اللي انت لو ما عملتوش تتحرم من المغفرة. هو العلماء قالوا ليه المغفرة ربنا جعل ليلة النصف من شعبان في ليلة مغفرة ربنا بيغفر للمؤمنين؟ قالوا قبل رفع الاعمال الى الله، عشان صحيفتك لو رفعت الى الله مليانة ذنوب. يعني الليلة دي يا جماعة ليلة محتاجين ان احنا نتعرض فيها لمغفرة الله. مصيبة يا جماعة لو الواحد خرج من ليلة مغفرة وهو مش مغفور ليه. اللي يستاهل انك تتشغلي عن مغفرة الله لكل عملك في هذه الليلة. طيب نعمل ايه؟ اهم عمل سلامة الصدر. اهم عمل ان لو بينك وبين حد شحناء صفي الخلاف بسرعة. اهم عمل هو المصالحة اللي بحق وحقيقي. ما تسيبش حد بينك وبينه شحناء يعني ايه؟ عارف انا شحنت الموبايل مشحون مليان شحنة، واحد صدره مشحون، انا مغلول من فلان، انا زعلان من فلان، انا مش طايق فلان، غيرة من فلان، شحناء بينك وبين حد او بينك وبين حد. صفيها الليلة، اتصل بيه بجد، زوره بجد، اتكلم معاه بجد، اتواصلي معاها بجد. يا جماعة الليلة دي عاملة زي ليلة القدر كده، عاملة زي يوم عرفة كده. ده حاجة انت خارجة، ممكن خارجة كيوم ولدتك امك من هذه الليلة. يعني ممكن انت بترجعي تاني، يعني خلاص رصيد السيئات يبقى زيرو بعد الليلة دي. المغفرة تستاهل ولا لا؟ جنة ربنا تستاهل ولا لا؟ رضا الله يستاهل ولا لا؟ انك انت ربنا يفرح بصحيفتك لما ترفع في اخر شعبان وهي ما فيش فيها ذنوب، تستاهل ولا لا؟ الحاجه الثانيه طبعا عايزين نعبد ربنا. قومي صلي ركعتين وادعي ربنا بالمغفره. قومي صلي ركعتين وتوجهي الى الله بالمغفره.